نخصص حديثنا اليوم حول الأغنية الرومانسية مع ضيفي عبد اللطيف شباط، الباحث في المجال الفني وأغنية الراي. مرحبا بك عبد اللطيف، وشكرا لك على تلبيتك الدعوة. مرحبا بك أخت أسماء، مساء الخير، تحياتي لك، شكرا على الدعوة، وتحياتي لكل مستمعي إذاعة ميلا، تحياتي للجميع، تحياتي أيضا لكل محبي هذا البرنامج، برنامج نجومنا، وتحياتي لكل عشاق أغنية الراي. قبل ما نطلقوا أغنية مع سامي خالد شاب نصرو، راح نعرفوا أن أغنية شاب نصرو اللي مثلها في أغنية أنه يخلد فيها الفنانين اللي راحوا يكرم فيها الفنانين أصحاب الأغنية العاطفية، وهي يعني أغنية رموز الأغنية العاطفية الرومانسية والعالم ككل. هذه الأصوات عبد اللطيف اللي ظلت وما زالت ستظل بكلامها النظيف محلا كاملا لكل من يهمس في أغاني حسني والشاب نصرو والشاب ياسين العباسي والشيخ فتحي وايضا احمد وهبي وبلاوي الهواري. ايضا اغاني نسمعوا الاغنيه ونعاودوا نسمعوها مع سامي ان شاء الله، ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله. اولا ندخلوا مباشره في الموضوع بهذه الاغنيه اللي تلخص كل شيء على الاغنيه الرومانسيه. لماذا؟ لانه الشاب نصرو هنا هو فنان كبير، فنان محترم، فنان قدير، هو رائد من رواد الاغنيه الرومانسيه في الجزائر. فهذه الاغنيه راح الشاشره، راح الشارم، راح السونتيمونتال، وزاد غاب الكلام. هذه اغنيه عباره عن اوماج، ذكرى وترحم لكبار الفنانين في الاغنيه الرومانسيه اللي هما المرحوم الشاب حسني اللي توفى وغادرنا في 29 سبتمبر 1994. والذكرى تاعو ما قالوش الذكرى تاعو. هذه اصلا الحصه هذه بالتزامن مع الذكرى اللي باقي لها فقط 4 ايام. هو توفى بالخميس، يوم الخميس. كان اغتياله فاجعه 29 سبتمبر، فاجعه، وكانت كارثه بالنسبه للجزائريين وكل عشاق اغنيه الراي. الشاب نصرو هنا يغني على حسني ويغني على الشيخ فتحي. بالنسبه للاغنيه الرومانسيه، هي بدات، ما نقدروش نحددوا التاريخ بالضبط. هي الاغنيه الرومانسيه بدات مطلع سنوات الثمانينات او منتصف سنوات الثمانينات. نصرو هنا يذكر الشيخ فتحي، والشيخ فتحي من مواليد 28 اوت 1958. الشيخ فتحي في ادائه ودرك نسمعوا اغنيه من اغانيه نوعا ما يميل للطابع البدوي الملحون. هو متاثر بالشيخ احمد وهبي، متاثر بالشيخ احمد وهبي، ومتاثر ايضا بالشيوخ الكبار، شيوخ كما عبد القادر الخالدي، كما الشيخ مصطفى بن ابراهيم. يكتب نوعا ما بالطريقه البدويه، وعنده لهجه خاصه في الكتابه. حسني ونصرو تاثروا بزاف بالشاب حسني، وبزاف اغاني عاودوهم على الشيخ فتحي، كما اغنيه مثلا ما ظنيتش نتفارقوا، غناها الشيخ فتحي وعاودها ايضا الشاب حسني. هنايا نصرو يقول راحوا الشاشره، راح الشارم. الشاشره في لغه الغرب، في لهجه الغرب هما الرجال لي زوم، وراح الشارم معناتها راح الذوق، راح الاحساس الرفيع اللي كانوا يغنوا به. وزاد راح السونتيمونتال، وزاد يقول راح الكلام. مقواك عيني، مقواك عيني اذا تبكي على فراق حسني خويا والشيخ فتحي. نصرو غنى 3 أغاني من الفنانين القلائل اللي غناوا، اللي داروا ذكرى وترحم على فنانين من القلائل جدا. غنى أغنية أولا على حسني، ترحم فيها على حسني في 1995، وهذه الأغنية اللي غناها لما راح لأمريكا. هذه الأغنية مع إديسون سان هاوس. كاتب هذه الأغنية هو الأستاذ أحمد حمادي، هذا كاتب كلمات، هذا أيضا من رواد الأغنية الرومانسية، من كتاب الأغنية الرومانسية. واللي عزف هذه الأغنية كان عازف أمريكي من أصل إسباني، اللي هو ليلو فاديداس. الأغنية الرومانسية بدأت تقريبا منتصف الثمانينات مع الشيخ فتحي، وبدات ايضا. هي عبد اللطيف كانت اغاني وملحون كما كان يغني احمد وهبي كما قلت لي الشيخ فتحي، ومن بعد في وقت حسني الله يرحمه وقت شاب نصرو ولاو يغنيوها اغاني معاصره، انهم اضافوا اليها اغاني معاصره. هما فنانين الاغنيه الرومانسيه تاثروا بنوعين بزاف تاثروا بنوعين من الموسيقى. تاثروا بالموسيقى الشرقيه، اغاني عبد الحليم ووردة وفريد الأطرش، واغاني الموسيقى الغربيه كما خوليو وكلود بارزوتي، هادو تاثروا بهم. وكاين ايضا اغاني من ابداع جزائريين، موسيقيين وملحنين وموزعين موسيقيين جزائريين. بدك تسمع الكثير من الاغاني هما يقتبسوا موسيقى شرقيه ولا موسيقى غربيه ويركبوا عليها كلمات جزائريه ويغنيوا. الكثير من هذه الاغاني نجحت، والاغنيه الرومانسيه تقبلها الجمهور. الاول اللي غنى هذه الاغنيه الرومانسيه هو الشيخ فتحي مع ياسين العباسي، ايضا من المرحوم ياسين العباسي،
وعندنا اغنيه نسمعوها اليوم للمرحوم راح ياسين. نسمعوها بعد قليل مع مم. سامي ان شاء الله. نسمعوا الشيخ فتحي ولا نعاودوا الشيخ فتحي ان شاء الله مع سامي. نسمعوا الشيخ فتحي مع سامي ونعاودوا نرجعوا. وراني نرجع فيه نترجع من درع الحياة احمد يا ما طاب القادر يا احمد وهي جهيجة والنفس الناجة قرش هدية وهاتن عودنا رجعنا لكم مستمعينا الأكارم بعد ما سمعنا أغنية الشيخ فتحي الله يرحمه إن شاء الله. احكي لنا شوية على البداية تاع الشيخ فتحي عبد اللطيف وكيفاش كان. نعم. هذه أغنية عنوانها لاقيها ربي لاقي. هذه أغنية من كلمات الشيخ فتحي. أصلا الشيخ فتحي هو كاتب ومؤلف، هو نفسه يكتب الأغاني كما يعني قليل هما الفنانين اللي يكتبوا أغاني ويأديوهم. نعم، نصروا أيضا بين الفنانين القلائل اللي يكتبوا أغاني وهما اللي يأديوهم. أصلا قبل ما نرجع للشيخ فتحي، شاب نصروا أول ألبوم 1988 سجلوا عند استوديو كاتب، كان اغلب الاغاني هو اللي يكتبها، كما اغنيه ردي لي قلبي مثلا، كاين اغنيه ايضا ليله عرسك بكيت، اغاني كثيره نصر هو اللي يكتبها. الشيخ فتحي هو المدرسه الاولى في الاغنيه الرومانسيه، هو المدرسه الاولى. اصلا الشيخ فتحي في بداياته الاولى اولا بدا مع واحد من شيوخ الاغنيه البدويه اللي هو الشيخ محمد بالخياطي. الشيخ محمد بالخياطي كان الشيخ فتحي تعلم معاه الفن هو وقنا المغناوي، تسمعي به قنا المغناوي، واحد من فناني مدينه تلمسان. بعد ذلك الشيخ فتحي بدا يطور في الموسيقى الخاصه بالاغنيه الرومانسيه. هو يستعمل كانت اغاني بدويه بكري يستعملوا. نعم، كانوا يستعملوا القصائد البدويه. الفنانين الاوائل خاصه اوائل الفرق الموسيقيه، لانه اوائل الفرق الموسيقيه تكلمنا عليها في الحصه الماضيه، فرقه مسعود بن لمو سنه 1964. والفنانين في هذيك الفترة أيضا كانوا يعتمدوا على قصائد عبد القادر الخالدي، قصائد مصطفى بن إبراهيم، قصائد الشعر الملحون. في فترة الثمانينات، مطلع الثمانينات مثلا 1986 اللي كان أول ألبوم للشاب حسني، بداو فيه لي بارولي الجدد، كتاب الكلمات الجدد، كما الشيخ محمد نونة، كما أحمد حمادي اللي نتكلموا عليهم بعد مع الشاب حسني. الشيخ فتحي بزاف أغاني اللي عاودوهم عليه فنانين، خاصة حسني ونصرو، خاصة حسني ونصرو. هو توفى للأسف سنة في نوفمبر 2001 وفقدناه، الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف فنانين اللي فقدناهم خاصة في العشرية السوداء. وحتى فناني الأغنية الرومانسية كانوا يجددوا الأغاني، كانوا يطوروا في الأغاني. مثلا أغاني الشعر الملحون، أغاني البدوية، هم جددوها وردوها أغاني عصرية عن طريق الآلات العصرية، عن طريق العزف. كاينين ملحنين موزعين موسيقيين اختصوا بالعزف في الأغنية الرومانسية. هي الأغنية الرومانسية تميل للحزن، تميل للحزن بزاف. لما تسمع الأغنية الرومانسية تتأثر وتحزن، سواء أغنية على الحبيبة، سواء أغنية على الفراق، سواء أغنية على الأم، سواء أغنية على الغرب. هذو هما على الوطن، كما نورا غنت على هذو هما المواضيع اللي ما كانش حاليا في الأغنية الحالية. وهذيك ترجع نظرا للثقافة الفنية اللي كانوا يتميزوا بها الفنانين. الشيخ فتحي غنى عبد القادر يا بوعلام، غنى وهرا، هو كان متاثر بزاف باحمد وهبي. وايضا يجي من وراه حسني اللي كان متاثر ايضا. نسمعوا اغنيه للشاب حسني، نسمعوها ان شاء الله مع سامي ونعاود نكملوا على حسني يا سامي ان شاء الله. اجمل ما غنى الراحل الشاب حسني، عييت ما نجرب عبد اللطيف. وكما نقولوا حنايا قنبيطه يقولوا الناس حسني، المنطقه هذه كما نقولوا ساحه قنبيطه يقولوا الانسان طول. الشاب حسني الله يرحمه اللي توفى في 29 سبتمبر 1994. مرت 30 سنة على اغتيال هذا الفقيد الأغنية الرومانسية، أو خلينا نسميه شهيد الأغنية، شهيد الفن الجزائري. نعم، والذكرى تاعو قريب إن شاء الله. قريب إن شاء الله، مازال لها باقي 4 أيام. احنا ماشي نذكروه غير بالذكرى تاعو، احنا شاب حسني ربي يرحمه راه في قلوبنا، ديما نفكروا في كل أغنية. أغانيه خالدة، ومازال لحد الآن مازال يكسب كل يوم. حسني يكسب جمهور جديد لحد الآن، مازال هو ينافس. مازال ينافس الفنانين. نعم، هو توفى الله يرحمه، مازال حاليا اغاني تاعو مازال حي في قلوب. كاين من بين ايضا المواضيع اللي نطرقوا لها، هو مؤلف كتاب من الكتب النادره جدا من بين هذا الكاتب سعيد خطيبي.
كاتب نعم. وصحفي وروائي جزائري، روائي جزائري صاعد. نعم. مؤخرا تحصل على جائزة الشيخ بن زايد للرواية العربية. سعيد خطيبي كتب كتاب على على المرحوم حسني. الشاب حسني. شوفي عنوان الكتاب: حسني كوكب عشق يتدلى. عشق يتدلى. اصلا من عنوان الكتاب يجيك الشوق، تتشوق لقراءه تقرأ. الكتاب. من بين الصحفيين والروائيين القلائل اللي كتبوا على مشوار فنان. هو اول نعم. حاجه نتحيوه من هذا المنبر، تحية منبر ليه. اذاعه نعم. ملا، ربما نستضيفه إن في شاء يوم من الله. الايام. هو ايضا كتب كتاب على اغنيه الراي. كتب كتاب وحاليا ما كانش هذا الاصدار في المكتبات. نتمناو منه يزيد يعاود يدير اصدار جديد. ونتمناو ايضا من جميع الكتاب والصحفيين الروائيين يهتموا بمسار الفنانين في الكتاب. نعم. لاثراء المكتبه الوطنيه. ان شاء نعم. الله. حسني قلنا لي حسني قبل ما يبدا يغني يا عبد اللطيف، حسني اول البوم نعم. هو بدا في قبل ما يبدا يغني هو كان لاعب كره. كان لاعب كان لاعب كره كره في مولوديس، وكان لاعب مهاري، ما كانش نعم. لاعب ومن بعد عادي. انقطع ورجع للفن. انقطع بسبب نعم. الاصابه. اصابه ورجع الاصابه للفن. الفن. اول البوم سجله مع الشابه الزهوانيه نعم. سنه 1986 مع اديسيون 5 ريبا. وعنده في رصيده 126 البوم. 126 البوم. هو بدا يغني بصفه عامه، بدا يغني الراي، بدا يعاود اغاني فنانين اللي سبقوه. وبعد ذلك تخصص في الاغنيه الرومانسيه. هذه الاغنيه اللي سمعناها حاليا، نعم. عيت نجرب ندير في القلب، هي حسني تحسو يحكي قصه حقيقيه في هذه الاغنيه. احنا شفنا من اغاني حسني ولا كاين بعض المغنيين انه عبد اللطيف يغني يحكي حياته ويحطها في اغنيه، وهذيك تلقى نجاح كبير لانه يغنيها من طابع من الاحساس تاعو، من القلب. قصه حقيقيه توصل يعني كل انسان يحسها ان كانه راهو عايش نعم فيها. لانه القصص نعم. تقريبا متشابهه. قصص العشاق، قصص الفراق، قصص مع العائله في الغربه كما سبق يعني وذكرنا. ربما ظروف تاع الفنان او حاجه تلقاها عبد اللطيف ربما تخلي الانسان يكتب بلا ما يعبر على احاسيسه في اغنيه. في أغنية. هذه الاغنيه من الموزع الموسيقي اللي لحن هذه الاغنيه هو حسين شريط. وخدم مع حسني 65 البوم. نعم. خدم مع الشاب نصر ايضا ربما حوالي 40 البوم. حسين شريط ايضا من العازفين اللي تميزوا بالعزف الحزين، عزف رومانسي. هو ايضا من العازفين الجدد اللي جددوا ايضا اغنيه الراي ومشاو في الطابع الرومانسي. خدم مع الشاب حسني، خدم مع الشاب نصر، وخدم ايضا مع فنانين اخرين. كاين ايضا الملحن علي بو عبد الله. هادو بالنسبه للموزع الموسيقيين. كاين ايضا محمد مغني، حكيت لك عليه. نعم. محمد مغني هو الاستاذ، هو اللي بدا في تطوير او عصرنه اغنيه الراي. بالنسبه لكتاب الكلمات ايضا ما ننساوش اللي كتب الاغنيه هذه للشاب حسني هو الشيخ قادر سوناكوم، هو معروف في الساحه الفنيه. كاين ايضا الشيخ محمد نونه. هذا الشيخ محمد نونه هو اللي كان يتفق كثيرا مع الشاب حسني. عنده ربما اكثر من تقريبا نصف البومات الشاب حسني خدمها مع الشيخ محمد نونه. هو اللي كتب للشاب حسني اغنيه طلغيه بكي غزالي. كاين ايضا الشيخ احمد حمادي. الشيخ احمد حمادي كتب للشاب حسني اغنيه القرن، حنا نسميوها اغنيه القرن. مازال قلبي ملكي يا مبرا هي للشاب حسني، وخدم لها فيديو كليب. وهو ايضا اللي كتب الشاب نصر اغنيه عطاك ربي بلاصه في قلبي. هو كان استاذ لغه عربيه. نعم. هو حكى لي مشوار، وكان استاذ لغه عربيه. تاثر بالفن، دخل في مجال الفن ونجح، وعنده اسلوب راقي في كتابه الاغاني الرومانسيه. من بين ايضا الفنانين اللي كان حسني ولا نصر يعتمدوا على اغانيهم هو الشاب ياسين العباسي. ياسين العباسي ايضا بدا المشوار في الاغنيه الرومانسيه قبل حسني وقبل نصر، وتقريبا بدا بالتزامن مع الشيخ فتحي. وعندنا اغنيه للشاب ياسين العباسي نسمعوها ان شاء الله. سمعوا ياسين العباسي يا سامي نعاودوا نرجعوا قبل نهايه البرنامج. عاودنا رجعنا لكم مستمعينا الاكارم مع ضيفي عبد اللطيف بعد ما سمعنا اغنيه الشيخ ياسين الله يرحمه. احكي لي شويه عبد اللطيف على الشيخ ياسين وكيفاش كان. نعم. ياسين العباسي من نعم ياسين. من رواد الاغنيه الرومانسيه. كان نقول ما نشوفوا ياسين العباسي نتفكروا خير زميلتنا بالعباس. تحيه ليها هي اللي والناس بالعباس هي اللي سطرت هذه الاغاني مشهوره نعم. جدا. تحيه ليها خيره والناس بالعباس الله يحفظها ان شاء الله. هاي جات عمرها طويل. تحيه لك خيره، وتحيه العبدو ايضا تحياتنا ليه. هي ياسين العباسي. تحيه للسعيد ثانيه وجا خلف الزجاج. تحيه للجميع وتحيه لجميع المستمعين ايضا.
وقلنا ياسين العباسي هو من بين الفنانين اللي نعم. يعتبر مصدر في الاغنيه الرومانسيه. نعم. بزاف اغاني عاودهم الشاب حسني على ياسين العباسي، يعني هما اساتذه للفنانين اللي طبعا علينا. يعتبروا نعم. اساتذه، لانه الشاب ياسين العباسي كان يكتب نعم. ويغني، وايضا هو شيخ فتحي واحمد وهبي. نعم. نعم، هو ايضا كان ملحن. اغنيه مثلا صراحه راحه للشاب حسني عاودها على ياسين العباسي. اغنيه جو سوايع لافان تاع ياسين العباسي عاودها ايضا الشاب نصرو. جاي سؤال قبل ما يكمل نعم البرنامج. قبل ما نزيدوا نروحوا لفنان اخر هو ايضا زاد في الاغنيه الرايويه، ما نساوش ايضا الله يرحمه عقيل الصغير. الله يرحمه. عقيل ماشي عقيل الصغير. عقيل عفوا. عقيل الصغير هو ابن اخوه. عقيل عقيل ايضا عقيل الله نعم. يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه. هو بدا مشواره في التسعينات عقيل، ولكن اول البوم سجلوا ربما سنه 1998، وزاد سجل ثاني البوم ربما سنه 2001. ما عندوش بزاف البومات عقيل، ولكن خلى اسمه خالد، خلى اغاني خالده، خاصه الالبومات الاخيره. غنى ايضا المنتخب الوطني سنه 2010 لما تاهلنا للمونديال 2010 ضد المنتخب المصري. اغنيه فرحه مكموله، لكن كانت شويه فرحه مكموله لعبوا البوله. البوم 2009 هو اللي رجعوا للساحه. البوم ديروا لها العقل هو اللي رجعوا للساحه. فنان عقيل ايضا من الفنانين اللي يكتب ويلحن ويعزف نفسه، كان عنده استوديو خاص به. هو اغانيه تقريبا انتجها مع افيام اديسيون. عنده ايضا اغنيه مازال تبقى خالده في الاذان. هذيك اغنيه عالميه. عبد اللطيف ان شاب عقيل الله يرحمه ما نقدروش حنا ايضا ننساوه، راه مخلد ايضا حتى هو عقيل هو اخر ثمره في حبينا ولا كرهنا خلى بصمه، هو اخر ثمره في عنقود الاغنيه الرومانسيه. وزاد خلفوا ايضا ولد خوه شاب عقيل صغير اللي غلط قلت لك عقيل الصغير ايضا يغنى اغنيه عمر يقولوا لي ولي فيك تنسيني، وايضا ربما خلى شيء يفكرنا بعقيل. انا فالوحيد اللي يفكرني في عقيل هو اغاني عقيل. ما كاينش اللي يخلف عقيل. لا عبد اللطيف كل واحد عنده وجهة النظر تاعو. انا كل ما نسمع عقيل الصغير نتفكر شاب عقيل الله يرحمه. كما اللي يسمعوا اغاني نصر يتفكروا الشاب حسني. نعم. يعني كل واحد خلى حاجه. عندنا اغنيه عقيل. نعم. نسمعوا اغنيه عقيل ان شاء الله. الخبز والماء مع ناريمان والعقيل الله يرحمه. وحنا الخبز والماء راه يجمعنا اليوم في جلستنا مع عبد اللطيف ومع سامي وسعيد وخيره وعبدو والجمهور ان شاء الله. محلاها قاعده ان شاء الله، ربي يدوم ان شاء الله الافراح في كل البيوت الجزائريه وفي اذاعتنا ميلا ديما منوره ان شاء الله. عبد اللطيف ربما كلمه اخيره تقولها قبل ما نختموا الجلسه. كلمه اخيره نشكروا الكل من يتابعنا عبر الاثير الاذاعه اللي راهي كومونتي واللي راهي يسامحونا في التعليقات. المهم الوقت راه نوجه لهم تحيه عامه، تحيه لهم كامل، وكاينه تحيه خاصه ايضا نعم تحيه ليه اللي هو رئيس نقابه النقل. نعم تحيه ليه السيد طاهر برينان. تحيه ليه سيد طاهر لانه اكد على ولا يتغشش منه يزعف عليه. تحيه ليه وتحيه للجميع وتحيه لجميع مستمعي اذاعه ميلا وشكرا. ربي يحفظك عبد اللطيف، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والنجاح وزيد تجيب لنا حوايج جدد ان شاء الله على الفن ولا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. مشكوره اذاعه ميلا على هذه المبادره. ربي يسترك ان شاء الله. والله يرحم جميع الفنانين ان شاء الله. الله يرحم ويوسع عليهم وان شاء الله ما نساوهمش ويبقاو ديما في الذاكره، والاغاني تاعهم راهم يفوتوا عبر اثير اذاعه ميلا الجهويه. إذا مستمعينا الأكارم كنا في برنامج نجومنا مع ضيفي عبد اللطيف شباط. راح نلقاوكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله في عدد جديد مع ضيف جديد. في أمان الله وابقاو معنا.